اصفار من قبل الامن المركزي. والامن المركزي بقى وصل بعد قد ايه؟ الامن المركزي بدأ او وصل يعني بعد حوالي نص ساعة يعني من تجمع الشباب. تمام. في اصابات شفت انت بعينك؟ شفت اصابات، شفت قتلى، شفت جرحى؟ لا ما شفتش قتلى، لكن بعض الاصابات طبعا نتيجه الاحجار اللي كانت بتلقى من قبل البلطجيه، لكن ما شفتش قتلى والحمد لله. يعني اتمنى تكون بس عدد الاعتقالات تكون بسيطه يعني. لكن في حوالي مثلا 3 هل كان عربيات في او اي 4 اطلاق عربيات امن نار؟ مركزي موجودين دلوقتي. هل كان في اي اطلاق نار سواء من قبل من تسميه بالبلطجيه لا او من ما قبل قوات حصلش الامن؟ اطلاق نار لحد اللحظه اللي انا كنت موجود فيها، ما كانش في اي اطلاق نار. طيب، معنا محمد ايضا شاهد عيان من ميدان التحرير. محمد، انت شفت ايه؟ الو. ايوه، السلام عليكم محمد. احكي لنا انت شفت ايه في الميدان؟ وعليكم السلام. اللي انا شفته بالظبط ان المتظاهرين كانوا متجمعين، كنا واقفين في الصينيه باللي في وسط ميدان التحرير، كنا بنهتف في المية عادي، ما كانش فيه اي مشاكل. انا خدت جنب، رحت الناحيه الثانيه لان انا كنت شايف ناس متجمعه الناحيه الثانيه. اكتشفت ان هم بلطجيه كانوا واقفين عمالين يتكلموا مع ناس من المباحث. الشرطه كانت في وسطهم مباحث، عاملين يقول لهم احنا لازم نخش نضرب دلوقتي، احنا مش هينفع نسيبهم ياخدوا الميدان مننا ومش عارف ايه. المباحث قال لهم لا اصبروا اهدوا، مش دلوقتي، لسه في وقت معين، مش عايزين نحصل ان يقولوا ان احنا بنستخدم البلطجيه تاني. تمام. بعد كده ما فيش بالظبط، المتظاهرين ابتدوا يهتفوا لمده ما فيش 5 دقائق، ابتدى البلطجيه يكسروا في البلاط بتاع الارصفه وابتدوا يحتفوا عليهم بالطوب. دخلت انا من شارع طلعت حرب، لقيت حوالي 50 واحد جايين بالسيوف وجايين بخراطيش وحاجات اسلحه، جايين داخلين على المتظاهرين. طبعا انا رجعت لورا، بقيت ورا البلطجيه وورا بعض المباحث والمخبرين وانا ورا خالص. فابتدت الاشتباكات تحصل، ما فيش حوالي ربع ساعه او نص ساعه لغايه اما خرجوا المتظاهرين من الاتجاه، وابتدوا اللي هم واقفين دلوقتي حاليا البلطجيه واقفين في شارع طلعت حرب مستنيين، بيقولوا هنستناهم تاني لو رجعوا. وابتدى الامن المركزي يخش دلوقتي ميدان التحرير. يعني دلوقتي المظاهره اللي كانت في ميدان التحرير تم فضها، والتحرير تم السيطره عليه من قبل الامن المركزي، وهنالك بلطجيه في شارع طلعت حرب. الصينيه دلوقتي في ميدان التحرير محاوطها امن مركزي، ودلوقتي ما فيش اي ترابط للمتظاهرين. يعني يمكن ان كان في مسيرات جايه من مدينه نصر، وكان في مسيرات جايه من حلوان، والمسيرات كانت كلها تتجمع في ميدان التحرير النهارده، بس للاسف ان البلطجيه دلوقتي والمباحث والامن المركزي محاوطين الميدان.